السلام عليكم وأهلا بكم. لو كنت فاكر إن الهدف من حرب غزة هو الرد على هجوم 7 أكتوبر أو طوفان الأقصى زي ما بيطلق عليه بس كده وخلاص، فاسمح لي أقولك إنك لازم تبص للصورة بشكل أوسع وتقرأ ما بين السطور. إحنا جايين النهاردة نحكي بشكل أعمق علشان نشوف القصة من منظور تاني، وكأننا بنرسم مشهد رأسي للحدث ككل في المنطقة عشان نقدر نكون على مستوى الحدث ونوصل لك اللي عناوين الأخبار ما بتقولوش ليك ولا بتنقل حتى جزء من الحكاية. باختصار لازم نشوف الهدف الأبعد أو الجايزة الكبرى اللي ممكن يتم استغلال العملية عشان إسرائيل تاخدها. العيون على سيناء والعيون كمان على القضاء على قناة السويس نهائيا. انتظرنا بعد الفاصل عشان نقول كل الحكاية، وياريت لو في إيدك كوباية شاي عشان تكون على مستوى الكلام. في المراية هنقول كل الجديد مش بس نعكس الكواليس. تابعنا للنهاية عشان تعرف معايا. محمد فرج، كل حاجة صح في المراية. واحنا بنبدأ حلقتنا وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنسأل ونقول ايه اللي بيحصل الفترة دي ومخلي المنطقة العربية على صفيح ساخن ما بيهداش. القناة الإسرائيلية اللي عايزين يكملوا بيها مسار طريق البخور من الهند لأوروبا عبر الخليج والأردن وإسرائيل، واللي ما ينفعش تتعمل لو في حركة زي حركة حماس موجودة في قطاع غزة أو حتى أي جماعة تانية. ويا سلام لو يخلصوا من القطاع كله بجماعاته وبسكانه عشان ما يبقاش في أي تهديد للقناة اللي يا سبحان الله بيقولوا إن أنسب مكان تمر منه هو قلب غزة. راجع حلقة اقتصاد تحت التهديد متكلمين فيها باستفاضة عن ال3 مسارات لإسرائيل في قصة القناة بالكامل، ولأنه ما ينفعش السفن تعدي من قناة حواليها مخاطر فلازم يبقى محيطها آمن. طب ده يفكرنا بإيه؟ من فترة مش من بعيد قوي كان في استماتة من بعض الجماعات المسلحة في سيناء إنها بس تقرب من قناة السويس حتى لو مش هتقدر تهدد المجرى بشكل مباشر وصريح. مجرد اقتراب الجماعات دي من القناة بيشكل خطر عليها، وأظن واضح مين اللي ممكن يمول الجماعات دي وكمان يفكر ليها عشان تعمل كده. نرجع لغزة ونسأل السؤال المهم، طيب هيودوا القطاع فين أو هيزقوه لحد فين زي ما قال مبارك في تسجيل مسرب من داخل سجنه؟ بص يا ريس، الرئيس مبارك رحمة الله عليه قال إن نتنياهو جاله قبل ثورة يناير بكام شهر بس وجايب معاه خريطة كده وشاور له على حتة في سيناء جنب غزة اللي هي رفح والعريش، وقال له بخبص عايزين نوسع غزة شوية كده، وسيناء هي الحل اللي قدامنا عشان القطاع زي ما انت عارف مكتظ بالسكان وعامل لنا مشاكل. مش هقولك طبعا مبارك رد عليه قال له ايه، بس اظن ان نتنياهو لو يعرف ان الرد هيكون قاطع وحازم انسى يعني انسى، ما كانش فكر يفاتح مبارك في الموضوع ده من اصله. طب نتنياهو دلوقتي بقى في السلطة ومعاه حكومة مفيش اكتر من كده تطرف ويمينية، ومستقبله السياسي كله مهدد ويمكن يخرج يلاقي السجن مستنيه عشان قضايا الفساد اياه. طب ايه اللي ممكن ينقذه؟ الحل يا ريس في هدية حلوة كده يقدمها لشعبه عشان يخرج من الحرب منتصر ويستمر في الحكم. وازاي ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل بخطة شيطانية تفضي غزة وترميها على مصر. وايه دخل الكونجرس وامريكا وبايدن بالخطة دي ودورهم فيها ايه ومصلحتهم ايه؟ الموضوع اصله قديم شويتين 3 وموجود في مخططات اسرائيل من زمان قوي ويمكن من قبل ما تتأسس اصلا، بس كان في عوائق مالية ولوجستية خلت تنفيذه شبه مستحيل. لكن مفيش حاجة بتفضل على حالها والدنيا بتتطور والتمويل الصعب ممكن يبقى سهل، والفلوس اللي ملهاش حساب عند دول يهمها قوي ان المشروع بتاع طريق البخور ما يتبخرش ويكمل عشان يشغل موانيهم، وفي نفس الوقت يديك كتف غير قانوني كده ويطلعك بره الملعب. اتقل الجيم لسه في اوله وعايزك تركز قوي في اللي جاي. بعد عملية طوفان الأقصى بدأ الإسرائيليين يطلعوا كل اللي في قلبهم، واللي كان مخططات بقى تصريحات وتلميحات صريحة ويمكن كمان تقول عليه وقاحة. آسف على اللفظ بس هي دي أقل حاجة ممكن نوصف بيها الكلام اللي اتقال. احنا هنا مش محايدين ولا ينفع نبقى محايدين، لأن المستهدف من الحرب أو من استغلال عملية الأقصى عشان نبقى دقيقين هو تدميرك اقتصاديا وعسكريا لو يقدروا. بس ده بعضهم. هنا في جيش صاحي وشعب واعي مش هيسمح باللي حصل زمان في سيناء يتكرر.
بس إن كان ولا بد في حاجة هتتكرر، فهي الحاجة اللي زعلتهم قوي وكانت في شهر أكتوبر برضه، واللي عملها مرة قادر يعملها كل مرة. طبعا فاكر التصريح ده كويس، ومين قاله وقاله في مناسبة إيه؟ الكلام كان للرئيس السيسي لما أعلن بكل قوة في ذكرى حرب أكتوبر من كام سنة إن جيش مصر قادر في كل مرة، وقال كمان أيام أزمة السفينة إيفر جيفن إن مصر قادرة توقف كل واحد عند حده، وإن مفيش حد ولا حاجة بعيدة عن قدراتنا بعون الله وحده. الإسرائيليين يا ريس عايزين يخلصوا من صداع القطاع وبالمرة ينفذوا مشاريعهم. طب ده مفهوم ومبرر عشان كل واحد بيدور على مصلحته، واللي تكسب به العب به. وبالبلدي كده وعلى بلاطة جالهم سعار ومستعجلين قوي على حلم العمر بالنسبة لهم. أصل مركز التجارة واللوجستيات في المنطقة مش حاجة سهلة، ولازم يعملوا أي حاجة عشان يحتلوا المركز ده ويكونوا عقدة التجارة الدولية ويكسبوا مليارات الدولارات سنويا بعد الحرب اللي دخلوها وبيخسروا فيها كل يوم. من يومين كده طلعت علينا صحيفة عبرية اسمها إسرائيل هيوم، ونشرت تقرير هنحط اللينك بتاعه في المصادر. التقرير بيتكلم عن خطة أمريكية، أيوة أمريكية مش إسرائيلية، بس الهدف منها واضح وهو التخديم على حلم إسرائيل اللي اتكلمنا عنه. الخطة دي مفترض إنها كانت سرية، أو التقرير بيقول إنها كانت كده، وما تعرفش هي اتسربت ليه، وهل التسريب ده مقصود ولا دي جدعنة من الصحيفة. المهم بتقول إن الكونجرس هو اللي حط الخطة، وبالتحديد مجموعة من كبار أعضائه جمهوريين وديمقراطيين، واللي بيتزعم الترويج لها في أروقة السياسة الأمريكية عضو مجلس النواب الأمريكي جوي ويلسون. ويلسون بقى عايز يعمل إيه باختصار؟ عايز يرحم المدنيين في غزة من إسرائيل. طب والله في الخير، شكلنا هنطلع ظالمينه ولا إيه؟ اصبر وهتشوف. طب هيرحمهم إزاي؟ هيضغط مثلا على نتنياهو يوقف الحرب؟ لا. طب هيخلي بايدن يضغط برضه؟ لا. أمال هيعمل إيه؟ عايز ياخد المدنيين ويطلعهم بره القطاع عشان يعيشوا وينفدوا بجلدهم، وهو أرحم من الموت في غزة. يا سلام على الحنية وعلى أخلاقك العالية يا ويلسون. أنا مش بتريق، ده وصف الصحيفة نفسها للخطة بأنها خطة أخلاقية. طب ما في حل أسهل، وبدل ما ودنك منين يا جحا، ممكن ويلسون يخلي بايدن يخلي إسرائيل تتخلى عن فكرة القضاء على تهديدات حماس في غزة، وتقعد تتفاوض وتلم الليلة وتاخد أسراها كلهم عسكريين ومدنيين. ما أنا قلت لك إن خلاص نتنياهو طلع الشجرة ومش هينفع ينزل عنها عشان رقبته هتطير لو نزل كده بإيده فاضية ومعملش أي حاجة من اللي كان بيحلم بيه. طب إيه اللي معرقل خطة التهجير ومنغص على الإسرائيليين عيشتهم؟ حسب كلام الصحيفة اللي عيني مصدومة من مصر وإزاي بترفض إنها تدخل الفلسطينيين سيناء من معبر رفح، ومصممة تدخل بس مساعدات ووقود وتخرج مصابين، وغير كده لأ ولا يعني لأ. ويلسون شايف إن الحل إنهم يدفعوا كم مليار دولار لكم دولة، أولهم مصر طبعا، عشان يعني لزوم مصاريف تهجير وتوطين الفلسطينيين. مين كمان مع مصر؟ خد عندك تركيا والعراق واليمن. طب إيه اللي لم الشامي على المغربي؟ وإيه اللي جاب بلح الشام لعنب اليمن وحطهم جنب مصر؟ قال لك بقى يا ريس إن الأربع دول دي عدد سكانهم كبير حبتين 3، وبالتالي لما ياخدوا ال2 مليون فلسطيني من غزة مش هيحصل حاجة، مش حوار يعني، معلقة كشري واتحطت في طبق كبير، فمش هتزودوا قوي. مصر وده كلامهم هتاخد نصيب الأسد، ما هو كبير كبير برضو، هتاخد 1,000,000 غزاوي، ودول حسب الخطة برضو مش هيكملوا 1% من عدد سكانها اللي ما شاء الله فوق 100 مليون. وتركيا تاخد 500,000، يعني حوالي 7% من عدد سكانها اللي يعدي 80 مليون. والعراق 250,000 فلسطيني، واليمن زيها 250,000، وكده يبقى الحسبة كام؟ 5 مليون. والباقي لا ما تشغلوش بالكم، كلهم 200 ولا 300,000، ممكن نشوف لهم صرفة ونوزعهم على دول أوروبا. وحبايب إسرائيل في الغرب كتير ومستعدين يخدموا يا ريس برموش عينيهم، بس هي تشاور. طب افرض مثلا يعني الدول دي وافقت، هتاخد كام؟ مليار دولار لمصر وحوالي 150 مليون دولار لتركيا. بس ده مش كل حاجة، ده لسه فيه يعني حنفية مساعدات هتفتح عليهم طول ما الفلسطينيين عندهم. يا بلاش والله.
هو في عاقل يقبل بكده؟ وهو الشعب الفلسطيني نفسه اصلا هيوافق يسيب ارضه ويصفي قضيته بايده؟ طب يا ويلسون ايه اللي يخليك تفكر ان ممكن حد يوافق على التخريف ده؟ بيقول لك بقى ان الموضوع مش جديد وما تحبكوهاش قوي، ما هو في اكتر من 6 مليون سوري راحوا على دول الجوار وكمان مصر واوروبا، فعادي نكرر التجربة اللطيفة دي مع سكان غزة. الظاهر كمان ان ويلسون نسي حاجة مهمة، وهي ان السوريين راجعين مش هيفضلوا ضيوف ولاجئين على طول، والسبب كانت صراعات داخلية مش احتلال ولا حرب بيشنها مغتصب للأرض على سكان البلد وأصحاب الأرض والحق لحد يوم الدين. ونسي كمان الحاجة الأهم، وهي إن مصر، وخلينا نتكلم على بلدنا عشان موقفها لوحده كفاية، يقولك إنه الخطة مش هتتنفذ ولو على جثثنا. طب إزاي؟ مصر يا ريس رافضة التهجير بشكل مطلق، يعني لا يتهجروا لسينا ولا لغير سينا ولا هيروحوا في أي حتة، دي أرضهم وهيفضلوا فيها وعليها، وإحنا بندعمهم ونساعدهم يتمسكوا بيها. وكمان رسمنا خط أحمر باين زي عين الشمس للأعمى. طب رسم الخط الأحمر ده من فراغ كده، ولا يقولك إن الخطة دي مش كلام والسلام في الكواليس وتسرب للإعلام؟ هسيب إجابة السؤال ده ليك، بس افتكر اللي قلته لك في البداية، إن على العناوين بتاعت وسائل الإعلام مش كفاية، والتفاصيل برضو مش كفاية، لأن اللي مش ظاهر ومش معلن أكتر وأخطر من المعلن والظاهر. وهو يعني انت فاكر ان الرئيس السيسي لما قال كده في قلب استاد القاهرة وسط ممثلين عن كل المصريين وبتأييد وحضور شعب جارف ما كانش بيوصل رسالة؟ طبعا بيوصل رسالة، بس مش للداخل بس، للخارج. لا، دي للي هتوصل له الرسالة وهيفهم ان الموضوع مش هزار، وان امن مصر مش لعبة. النهاردة تهجرهم لسينا، بكرة تقول عايزين سينا عشان فيها كام واحد بيتخانقوا مع بعض والتلاكيك مفيش اكتر منها، ولو هجرتهم لسينا يبقى كده خلاص قناة بن غوريون هتتنفذ، ويا واخد قوتي يا ناوي على موتي. صح ولا لا؟ احنا كده خلصنا، بس حكايتنا ما بتخلص. قول لنا في التعليقات رأيك في موضوع النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وبألقي نظرة على المصادر تحت في صندوق الوصف لو حابب. فريق عمل المراية تشرف متابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. سلام عليكم، ونشوفكم دايما على ألف ألف خير.